لو عاوز تعرف أكتر عن الفرقة الأولى قسم الهندسة الكهربية وإزاي تستعد لها كويس وإيه هي مواد أولى كهرباء، فأهلا بيك في الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله في أول سؤال عندنا في الفيديو ده، وهو إزاي أستعد الأولى كهرباء كويس. أول حاجة عندنا حفظ منهج القرآن. مهم جدا تكون حافظ منهج القرآن، لأن المنهج مش بسيط زي إعدادي، وللأسف الشديد بيقع في المادة دي كتير. المنهج عندنا عبارة عن 5 أجزاء، من بداية الربع الأخير من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الجاثية. تمام. تاني حاجة عندنا مراجعة أساسيات الهندسة الكهربية. مهم جدا تكون عارف يعني إيه شحنة وتيار وفرق جهد، وعلى سبيل المثال تكون عارف إيه الفرق بين الباور والورك وهكذا. مهم جدا تكون ملم بالأساسيات دي لأنها أساس قسم كهرباء. تالت حاجة عندنا مراجعة قوانين التفاضل والتكامل، هنحتاجهم بعد كده إن شاء الله. تمام، كويس جدا. هل في بقى مثلا دورات أو كورسات أقدر أخدها علشان أكون مستعد للقسم أكتر؟ أيوة، في. عندنا دورة الإلكترونيات العملية للمهندس وليد عيسى، من الدورات المهمة جدا. هتعرف فيها عن إيه كهرباء وإزاي تربط الجانب النظري والمواد اللي أنت بتدرسها بالجانب العملي. وهسيب لكم إن شاء الله لينك الكورس في وصف الفيديو. تمام. عندنا بعد كده كورس الكلاسيك كنترول. طبعا مجال الكنترول او مجال الاوتوميشن بصفه عامه من المجالات المهمه جدا في قسم الهندسه الكهربائيه، وهو مجال الفن وهندسه زي ما بيقول، فمهم جدا تاخد فكره عنه علشان قبل تتعرض للكورس ده يكون الموضوع بالنسبه لك سهل، ويكون تلقي المعلومه اسهل بالنسبه لك، لانك كده كده لازم هتعرض للكلاسيك كنترول، فمهم جدا تاخد عنه فكره في الاجازه دي، هيساعدك كتير جدا بعد كده ان شاء الله. وهسيب لكم برضو ان شاء الله لينك كورس كويس جدا في وصف الفيديو. اخر حاجه عندنا كورس الاردوينو، وان شاء الله الدكتور مهنا هيطلب مشروع باستخدام الاردوينو غالبا في نص السنه او بدايه الترم الثاني، فمهم جدا تاخد فكره عنه. ناخد برضو كده نبذه سريعه عن الاردوينو. هو عباره عن بورده زي ما حضرتك شايف كده. البورده دي بتحتوي على العنصر الاساسي اللي هو عقل البورده، اللي هو بيسمى المايكرو كنترولر او المتحكم. هو عباره عن دايره متكامله قابله لاعاده البرمجه، بنبرمج من خلالها اي مشروع احنا عاوزينه ان شاء الله. وهسيب لكم برضو ان شاء الله لينك الكورس كويس جدا في الديسكريبشن. وكده بفضل الله انتهينا من اول سؤال في الفيديو ده. بقى نتكلم عن نبذه سريعه عن مواد اولى كهرباء. بالنسبه للترم الاول، اول ماده عندنا المجالات الكهرومغناطيسيه او الالكترومagnetic فيلدز. الماده من اسمها بتتكلم عن المجالين الكهربي والمغناطيسي وسلوكهم والمعادلات والقوانين اللي بتحكمهم مع بعض. والماده عباره عن فيزياء ورياضه وشويه ميكانيكا، بس الشرح هيغلب عليه الجانب الرياضي اكتر. والماده دي بيدرسها الدكتور مهنا. والماده من 100 درجه، 70 فاينل و30 اعمال سنه، وغالبا اي ماده من 100 درجه هتكون نفس التوزيع كده. والماده دي عاوزه حل كتير ومذاكره اول باول، وان شاء الله نبقى نعمل فيديو مفصل ازاي نذاكر الماده دي كويس ونقدر نجيب فيها امتياز ان شاء الله. تاني ماده عندنا الدوائر الكهربيه او الالكتريك سيركتس. الماده دي من المواد المهمه جدا ولازم نركز عليها كويس، لان هي اساس قسم كهرباء. هتبدا تعرف في الماده دي تاني يعني ايه شحنه وتيار وقانون اوم، وبعد كده ندخل على تحليل الدوائر الكهربيه وهنبقى نتكلم عليها بتوسع ان شاء الله. بعد كده عندنا ماده الرياضه. الماده دي ماده بسيطه وجميله، وزي ما انت شايف على 150 درجه، يعني لازم تركز عليها كويس. والمحاضرات هي الخلاصة في المادة دي. المادة في الترم الأول هتبقى عبارة عن تفاضل وتكامل، ومنفصلة تماما عن مادة الترم الثاني رياضة 2. وطبعا المواد الثلاثة دول هم أساس قسم كهرباء. بعد كده عندنا مادة مبادئ حاسبات وبرمجة. المادة دي من المواد الجميلة والسهلة، هتبدأ تدرس فيها التحويل بين الأنظمة العددية المختلفة، وبعد كده شوية بوابات منطقية، وبعد كده ممكن ناخد لغة برمجية بسيطة زي سي بلس بلس حسب الدكتور اللي بيحدد. تمام. بعد كده عندنا مادة الميكانيكا، هي تكملة الميكانيكا إعدادي، وتبدأ تدرس فيها إن شاء الله مركز الثقل وعزم القصور الذاتي. وندخل بعد كده جزء ميكانيكا، مش تقيلة، بسيطة إن شاء الله. عندنا بعد كده مادة الرسم الهندسي. هي مادة من قسم ميكانيكا، هندرس فيها الرسم الهندسي التجميعي، وبينزل في أول السنة شيت فيها 10 ورقات، بتيجي واحدة منهم في الامتحان إن شاء الله. مش عاوزك بقى تشغل دماغك خالص بالمسمار والكلام ده، وإن هي مادة مقبول، في ناس بتجيب امتياز عادي خالص. ولو عاوزين نبقى نتكلم عنها فيديو تاني ان شاء الله، وازاي نقدر نجيب امتياز في الرسم. عندنا بعد كده الماده السابعه هي الانجليزي، ماده امتياز نفس نظام اعدادي بالظبط، والدكتور بيحدد الاجزاء اللي بتيجي في الامتحان ان شاء الله، فمش تقلق منها خالص. اخر ماده عندنا اختبارات الكهربيه او المعمل. الماده دي ماده تطبيق على الدوائر الكهربيه واحد، ماده اساسيه ومهمه. الماده دي من 50 درجه، وغالبا بيكون امتحان شفوي وامتحان ورقي. هندخل بقى في المادة دي المعمل، ونتعلم ازاي نوصل دايرة كهربية، وفي تجارب كتير، ولازم نشتري ادوات، فجهز 150 جنيه من الوقت. ونصيحة ليك اهتم بالمادة كويس واحضر المعمل، ومش تخرج الا لما تكون فاهم التجربة ماشية ازاي، صدقني هيساعدك كتير في فهم النظري. تمام. بالنسبة للترم الثاني، القرآن تكلمنا عنه في اول فيديو. المجالات هي مكملة لمجالات الترم الأول من حيث الدراسة، إنما الدرجات لسه حسب اللائحة الجديدة. وكذا الوضع بالنسبة للدوائر الكهربية،
وبالنسبة للرياضة بس الرياضة الترم التاني تبقى عبارة عن جبر وهندسة فراغية. تمام. وبعد كده عندنا مادة الإلكترونيات أو الإلكترونيكس، وزي ما انت شايف درجتها بتتكلم عنها. المادة 200 درجة، 140 فاينل، 60 أعمال سنة. المادة دي هي أساس قسم اتصالات. هنبدأ نراجع في المادة تاني عن أشباه الموصلات اللي أخدناها في الفيزياء الحديثة في الثانوية، وبعد كده هندرس الدايود والترانزستور بتوسع شوية. تمام. المادة اللي بعد كده هي المدنية، ما هي مادة من قسم مدني. هندرس فيها إن شاء الله الأحمال وردود الأفعال، وناخد نبذة سريعة كده عن إزاي تصمم عمود وشوية أساسيات من قسم مدني، مادة بسيطة إن شاء الله. المادة اللي بعد كده هي الماكينات، هي مادة من قسم ميكانيكا، مادة مش أساسية، مقسمة إلى جزئين. الجزء الأول بيتكلم عن الاسترس وأنواعه، والجزء الثاني بيتكلم عن الاتزان، وكل جزء له دكتور منفصل. والمادة دي تحديدا لو حليت الشيت بتاع الدكتور والامتحانات السابقة هتبقى تمام معاك إن شاء الله. عندنا بعد كده مادة السيرة، مادة جميلة ومقسمة لجزئين. جزء بيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وجزء تاني بيتكلم عن تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. آخر مادة عندنا بقى اختبارات كهربية 2، هي نفس فكرة اختبارات كهربية 1 بالظبط، بس هيكون تطبيق على إلكترونيكس. تمام. وبكده يكون مجموع أولى كهرباء كامل 1800 درجة. وبكده بفضل الله انتهينا من الفيديو ده. نصيحة بس أخيرة، لو عاوز فعلا تستعد بجد حسن علاقتك مع ربنا. يعني إيه؟ يعني جدد النية واجتهد وخد بالأسباب، وخلي عندك دايما حسن ظن ويقين بالله عز وجل إنه يقدر يحقق ليك اللي بتتمناه وتحلم بيه. وكده بفضل الله انتهينا من الفيديو ده تماما، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.